السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عمرو مدحت، ومعادنا النهاردة مع حلقة جديدة من جوه الحكاية. أكيد كلنا سمعنا عن مستشفى الحوض المرصود في السيدة زينب، بس ليه أصلا اسمها الحوض المرصود؟ الاسم ده وراه حكاية هنعرفها في حلقة النهاردة من جوه الحكاية. في البداية أصلا دي ما كانتش مستشفى، دي كانت سجن للمعتقلين السياسيين من أول عصر محمد علي لحد دخول الإنجليز مصر. بعد دخول الإنجليز لمصر انتشرت الدعارة وكمان اترخصت، وتحول السجن المستشفى علشان يعالج الأمراض الناتجة عن الدعارة، واتسمت المستشفى مستشفى الحريم. سنة 1949 لغى عبد الهادي باشا رئيس وزراء مصر الدعارة، ومن يومها اتحولت المستشفى لعلاج الأمراض الجلدية عموما. طب ايه علاقة ده برضه بالحوض المرصود؟ بتحكي القصة الدكتورة رضوى زكي الباحثة بمركز دراسات الخطوط بمكتبة اسكندرية، بتقول ان ده تابوت من الجرانيت الكهنة من مصر القديمة كتبوا عليه نقوش وطلاسم لحمايته. بعد سنين الناس استخدموه انه يكون مركب ينقلهم بين ضفتين النيل، لكن في اسطورة مرتبطة بيه. الاسطورة بتقول ان لو ركب فيه اكتر من 4 التابوت هيغرق. فضل الناس يعدوا فيه 4 ب4 بين ضفتين النيل لحد ما جه في حكم مصر كفور الإخشيدي، وجاب العلماء علشان يقروا الطلاسم الموجودة عليه. مفيش حد فيهم قدر يترجمها، وسمع الأسطورة اللي بتقول إن ما ينفعش يركبوا أكتر من 4 يعدوا بين النيل. جه هنا بقى صغر دماغه وقال لازم يركب فيه 5 ونشوف الأسطورة دي صح ولا غلط، وركب فيه 5 وخلاهم يعدوا النيل. وفعلا اول ما ركب ال5 التابوت غرق. يهمت بقى ويسكت؟ ابدا، صغر دماغه اكتر وطلب من الناس ان هم يخرجوا التابوت ويحطوه قدام مسجد في قلعة الكبش ويملوه ميه عشان الناس تشرب منه. الغريب ان الميه دي ما كانتش بتخلص ابدا، وبدات تتردد اشاعه ان الميه دي مسحوره وبتشفي الناس. في القرن ال17 جه مصر رحاله تركي اسمه اوليا. الرحالة ده شاف ناس ملمومة كتير حوالين التابوت، ولما راح سألهم ليه الزحمة حوالين التابوت ده قالوا له ان التابوت ده ميته بتشفي من امراض الحب. بيقول علي باشا مبارك في كتابه الخطط التوفيقية ان الحملة الفرنسية لما جت مصر نابليون بونابرت شاف ان التابوت ده ليه قيمة تاريخية زيه بالظبط زي حجر رشيد، فأمر جنود الحملة الفرنسية إن هم ينقلوا التابوت معاهم لفرنسا. وعشان الحرام ما بيدومش قامت العركة الكبيرة بين الإنجليز والفرنسويين، واللي كان نتيجتها إن الإنجليز خدوا من الفرنسويين حجر رشيد والتابوت، ومكانه دلوقتي مع حجر رشيد في المتحف البريطاني. من وقتها اتسمى الشارع اللي كان فيه التابوت بالمستشفى باسم الحوض المرصود. وبكده نكون وصلنا لنهاية حكاية الحوض المرصود. كده خلصت حلقتنا، بس لسه ما خلصتش حكايتنا. ما تنسوش لو عجبتكم الحلقة لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والكل حكاية سر هنعرف تفاصيله في حلقة جديدة من جوه الحكاية.